تفاصيل جديدة وحكاية جديدة من تاريخ فن السينما المصرية وخاصة خلال العقود الماضية. وفي هذه الحلقة نتحدث عن الفنانة منى إبراهيم، واحدة من الفنانات التي أثرن الجدل الكبير بسبب جرأة عملها خاصة في الأفلام التي صورت في لبنان. اسمها الحقيقي إقبال إبراهيم السيد البدوي. ولدت في مدينة طنطا يوم 8 مايو عام 1945. تعود أصولها إلى تركيا، لديها 4 شقيقات. انتقلت برفقة عائلتها إلى القاهرة لتبدأ رحلتها مع عالم الرقص الشرقي. اختارت الفنانة تحية كاريوكا اسمها الفني لتصبح منى إبراهيم. مثلت في العديد من الأفلام اللبنانية والمصرية. كتب عنها أحد النقاد إنها تفوقت على ناهد يسري، وأنها أجرأ ممثلة في تاريخ السينما المصرية، وذلك حين ظهرت عارية تماما مع فريد شوقي في فيلم الأستاذ أيوب عام 1975، وتسببت بسببه في أزمة. من أشهر أفلامها فيلم الأستاذ أيوب مع محمد عوض وفريد شوقي وصفية العمري، وقد أثار الفيلم جدلا كبيرا حيث ظهرت فيه عارية تماما. تضحك عليه يا روح. بضحك على حكاية البامبام، انت ازاي فكرت فيها؟ عشان اشوفك كان لازم اخترع اي حجه. ثم ده مشروع حقيقي. وقد حذفت الرقابة المشهد الذي ظهرت فيه عارية، ومنع الفيلم نهائيا من العرض، لكنه عاد للانتشار مع ظهور مواقع التواصل الاجتماعي. تفوقت منى إبراهيم بذلك على ناهد يسري في فيلم سيدة الأقمار السوداء. وإذا أردت أن تبحث عن أردأ الأفلام التي أنتجت في السينما المصرية أو اللبنانية عموما في فترة السبعينيات، فتأكد أنك عثرت على إحداها، وهو فيلم الأستاذ أيوب الذي لا أدري لماذا صنعوه ولماذا صوروه وكيف شارك فيه الفنان الكبير فريد شوقي. هل كان بالفعل يحتاج إلى الظهور في مثل هذه النوعية من الأفلام الفاشلة ضعيفة المستوى؟ هل احتياجه للمال يجعله يسقط هذه السقطة البشعة؟ لقد اعتدى مشاهدي السينما على أن المخرج محمد سلمان لن يقوم بإخراج فيلم ذو قيمة فنية، فمعظم أفلامه نموذج مثالي لهبوط وضعف المستوى الفني من جميع النواحي. وحتى يضمن شباك التذاكر فإنه لابد أن يحشر مشاهد جنسية مبتذلة أو لقطة عارية صارخة. وهنا يقدم ممثلة غير معروفة جيدا للمشاهدين، وهي منى إبراهيم، التي قامت بكل ما طلبه المخرج من عري وإثارة ومشاهد فراش مبتذلة مع الممثل محمد عوض، الذي يريد دائما في معظم أفلامه أن يؤكد فحولته بأسلوب فج وسخيف، مثل أفلامه عريس الهنا ورحلة العجائب وصائد النساء وغيرها. والعذر الوحيد هو للفنانة صفية العمري، التي كانت في بداية عملها بالسينما وكانت تريد أن تثبت وجودها السينمائي حتى مع أفلام بلا قيمة. ومن المعروف أن هذا الفيلم منع من العرض في الكثير من الدول العربية بسبب تلك المشاهد. ويحكي الفيلم عن الأستاذ أيوب مدرس الموسيقى الذي يحب طالبة لديه صفية العمري رغم قيامها بعمل المقالب والمعاكسات معه، وهي ابنة رجل أعمال ثري فريد شوقي، الذي يتخذ من إحدى السيدات منى إبراهيم عشيقة له. ويقوم أحد أصدقاء أيوب بتصويرها وهي تستحم عارية من أجل ابتزازها، ولكن يقع الشريط بالصدفة في يد الأستاذ أيوب الذي يذهب لتقديمه لتلك المرأة، ولكنها تقع في حبه وتمارس معه الجنس. وفي النهاية يتزوج أيوب من تلميذته لينتهي أسخف فيلم ممكن أن تراه، ويفضل ألا تراه أو حتى تقترب منه. فكم من الجرائم ترتكب باسم السينما. قدمت منى إبراهيم ما يقرب من 22 فيلم، أبرزها فيلم حنف الأبهة والغاضبون والخادم والغني والفقير ورمضان فوق البركان وجزيرة النساء والأستاذ أيوب ويوم الأحد الدامي والجائزة الكبرى والعمالقة والغفران وعودة حميدو والرجل المناسب والعتبة جزاز.
تزوجت الفنانة منى إبراهيم 20 مرة من رجال أعمال ومشاهير لبنانيين ومصريين، وأغلب تلك الزيجات كانت سرا ولم تنجب إطلاقا. كما تم تداول أنباء عبر مواقع التواصل تفيد بأنها أصيبت بالجنون في آخر أيام حياتها، وتم إيداعها في النهاية داخل مستشفى الأمراض العقلية. عادت منى إبراهيم لتقديم أدوار بعيدة عن الإغراء بعد تقدمها في العمر، وذلك في نهاية الثمانينيات عندما شاركت في فيلم حدث في بيت القاضي، وقدمت دور قريب من الشر لكنها تميزت فيه، وكان المسلسل بطولة محمد عوض وشكري سرحان وكريمة مختار وصلاح قبيل، وأنتج عام 1989. ويفضل ألا تراه أو حتى تقترب منه، فكم من الجرائم ترتكب باسم السينما. أتمنى منكم مساندتنا في كل ما نقدمه لكم والدعم منكم فيما نطرحه من موضوعات فنية، فلو اللي بنقدمه لكم بيحظى بإعجابكم فنتمنى تلقى الردود في التعليقات. أتمنى تفاعلكم بشكل ملحوظ على كل ما نقدمه لكم في القناة من فيديوهات، سواء القديمة منها أو الجديدة. بتمنى ألاقي منكم تشجيع وهو الاشتراك بالقناة وبالإعجاب على الفيديوهات، وده بيعرفنا مدى تحمسكم في اللي بنقدمه ليكم.